اهلا بيكم في قناه كروشيه وفينتيز. النهارده هنعمل مع بعض شنطه كروشيه كبيره عمليه جدا ومناسبه نحط فيها لابتوب وكل احتياجاتنا اليوميه. التصميم بتاعها فيه لمسه كده بتصميم بوهيمي بوهو، شكله شيك جدا وفي نفس الوقت تنفيذ الشنطه سهل جدا للمبتدئين. يعني لو دي اول شنطه كبيره هتعمليها هتقدري تخلصيها، بس تابعيني خطوه بخطوه وهتطلعي بنتيجه شكلها احترافي جدا. الخامات اللي استخدمتها في الشنطة دي قطن ايطالي. استخدمت لونين، لون اسود وده كميته اقل حوالي 100 جرام، وحوالي 400 جرام او اقل شوية من اللون البيج. استخدمت ابرة كروشيه مقاس 3 ومقصه ابرة تنظيف ومزورة علشان نقيس بيها. طبعا انا مستخدمة ابرة مقاسها صغير علشان محتاجة الغرز تبقى ضيقة ومتينة وتستحمل وزن اللابتوب جواها. هنبتدي نعمل الشنطة بتاعتنا. هنعمل سلاسل باللون البيج، هو اللون الاساسي للشنطة، وعدد السلاسل هنا مش مهم، المهم هو مقاس طول بتاع السلاسل. يعني مش مهم عدد السلاسل او هي زوجية او فردية، المهم ان احنا هنعمل سلاسل بطول الشنطة مرتين. هنشتغل الاسطر بالطول مش بالعرض، وهنعمل الوش والظهر مع بعض، فهنعمل طول الشنطة اللي احنا عايزينه مرتين. انا عملت الطول 35 سنتي، فاشتغلت سلاسل طولها 70 سنتي. بعد ما نخلص السلاسل بطول الشنطة هنبتدي نشتغل أول سطر. هنعمل سلسلتين زيادة وبعدين هنعمل عمود بلفة في كل غرزة. هنشتغل العمود بلفة في الحلقة اللي في الظهر، مش في الحلقتين اللي قدام. الطريقة دي بتخلي الحرف بتاع الجنب مفرود أكتر. بعد ما نخلص السطر الأولاني غرز العمود بلفة بتاعتنا هنلف الشغل من غير ما نعمل سلاسل في آخر السطر، وهنعمل غرزة عمود بلفة في أول غرزة بعد ما نلف الشغل، وهنكمل السطر بنفس الطريقة برضو. هنعمل غرز عمود بلفة لحد آخر السطر. هنكرر نفس السطر ده لحد ما يبقى عندنا 8 أسطر من نفس السطر. في آخر غرزة هناخد سلسلة زيادة وهنشدها كويس علشان نتأكد انها مش هتفك، وهنقص الخيط. احنا كده عملنا اول جزء من الاجزاء الاساسية بتاعت الشنطة وهم 3. الجزء ده هو جنب من الجوانب اليمين والشمال. هنعمل الجنب التاني بنفس الطريقة بالظبط، نفس المقاس نفس الطول نفس عدد الاسطر، هي بالظبط. وكده نبقى عملنا الجنبين اليمين والشمال. هنعمل القطعة اللي في النص هي كمان زيهم بالظبط، بس عرضها اكبر، بدل ما هي 8 اسطر هتكون 12 سطر. كده احنا عملنا اجزاء الاساسية للشنطة، فاضل ان احنا نعمل الايدين بتوع الشنطة. الايدين مش هيتخيطوا من فوق من حرف الشنطة، لا هم داير ما يدور الشنطة كلها، وده اللي عامل التصميم الشيك والمتميز جدا للشنطة. هتبقى طول الايد عبارة عن طول الشنطة زائد طول الايد. فانا دلوقتي عندي الشنطة طولها 70 سنتي وعايزة الايد بتاعتي تبقى 55 سنتي، فعملت الاجمالي 125 سنتي، وده بالنسبة لسلاسل البداية. بعد ما خلصت السلاسل هبتدي اشتغل عمود بلفة في كل غرزة لحد اخر السطر. وبعدين هكرر نفس السطر تاني. فكده انا بدأت اليد بتاعتي بالخيط الاسود وعملت سطر سلاسل وسطرين عمود بلفة. في اخر غرزة في السطر التاني هبتدي ادخل الخيط البيج تاني في اخر غرزة، بس هقفل بيها والف الشغل
وبعدين هشتغل غرزة حشو في كل غرزة من اول غرزة لاخر غرزة. طبعا احنا ما بنفوتش اول غرزة لان احنا ما بنعملش سلاسل قبل ما نلف الشغل. السطر ده مهم جدا علشان هو اللي بيحدد التصميم اللي هيجي في السطرين الجايين. بعد ما خلصت السطر الاولاني هلف الشغل بتاعي، وبعدين هبتدي اعمل السطر اللي فيه التصميم. هفوت اول غرزتين، وبعدين هعمل عمود بلفة في الغرزة الثالثة وعمود بلفة في الغرزة الرابعة، وبعدين هرجع تاني اعمل عمود بلفة في الغرزة الاولى اللي سبتها والغرزة التانية اللي وراها. الشكل ده طبعا بيديني تصميم حلو جدا، وفي نفس الوقت هو غرز اساسية جدا لاي حد مبتدئ، اي حد يقدر ينفذه، لانه بيعتمد على اول غرز بنتعلمها هي غرزة الحشو وغرزة العمود بلفة. هفضل اكرر بنفس الطريقة لاخر السطر، افوت غرزتين، اشتغل الغرزتين اللي بعدهم عمود بلفة، وارجع اعمل الغرزتين اللي انا فوتهم. هنكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. لو في غرز العدد بتاع الغرز اقل او ازيد مش مشكلة، احنا ممكن نضم غرزتين مع بعض او نعمل غرزتين في غرزة علشان نطلع العدد مظبوط. هلف الشغل بتاعي واعمل اشتغل من اول غرزة غرز حشو لاخر السطر، وده بيحدد شكل التصميم بتاعي. في اخر غرزة هوصل الخيط الاسود مرة تانية، وبعدين هلف الشغل وابتدي اعمل اخر سطرين في الايد وهما سطرين غرزة عمود بلفة. طبعا طول ما انا شغالة بمسك اطراف الخيط معايا علشان اشتغل من فوقيها ومضطرش ان انا يبقى عندي شغل تنظيف خيوط كبير بعد ما اخلص الشغل. قبل ما نجمع القطع بتاعة الشنطة مع بعض هبتدي اشتغل سطر واحد بس غرزة حشو على الطرف اللي فوق واللي تحت لكل قطعة الأساسية البيج بتاعة الشنطة عشان اسوي الأطراف تبقى مستقيمة وشكلها مترتب. بعد كده برص كل القطع بتاعتي جنب بعض وابتدي اثبتها بعلامات الغرز علشان اتأكد ان كل غرزة هخيطها في الغرزة اللي قدامها
مش هياخد غرزة اكتر او غرزة اقل. زي ما انتوا شايفين ادي شكل الشنطة لما رتبت القطعة بتاعتها، شكلها مختلف جدا، ديزاين مختلف وشيك جدا ومميز، في نفس الوقت بسيط، مش زحمة، وعملية جدا ومقاسها كبير. ابتدي اشبك القطع في بعض بإبرة التنظيف، اخيط الحلقات الخلفية للغرز مع بعض، احط كل القطع ظهر في الظهر، وبعدين ابتدي اخيط من اول غرزة لاخر غرزة. هكمل خياطة كل القطع في بعض بنفس الطريقة. في الاخر هيبقى عندي الطرفين بتوع الايد اخيطهم من النص بنفس الطريقة، بس خلوا بالكم الغرز اللي لونها اسود بخيطها بالخيط الاسود، والغرز البيج باللون البيج. ده شكل الشنطة بعد ما كملت التنظيف وقصيت كل أطراف الخيط، وده الشكل النهائي للشنطة. زي ما انتوا شايفين حجمها كبير جدا، التصميم بتاعها مختلف ومميز، لونها حلو جدا، مناسبة جدا ان انا احط فيها لابتوب، اخدها معايا الجامعة او اخدها النادي، بتاخد حاجات كتير. في نفس الوقت التصميم فيه تاتش بوهيمي مختلف شيك جدا، وسهل قوي في تنفيذها لأي حد مبتدئ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات كروشيه ووفن تيلز. شكرا جدا لمتابعتكم النهارده، واستنوني في فيديو جديد من فيديوهات القناه.